السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي ونادي أورلاندو الجنوب أفريقي. بداية من توقيت المباراة، النادي الأهلي كان بيلعب النهاردة الساعة 3 العصر. خلاص كل أندية جنوب أفريقيا خلاص هتلعب مع النادي 3 العصر، النادي الأهلي الساعة 3 العصر، لأن النادي الأهلي خلاص عرفوا إن النادي الأهلي بيوقع بدنيا في التوقيت ده مع الرطوبة مع درجة الحرارة، فيستغلوا الموضوع ده ويلعبوا على النادي الأهلي. طب احنا لينا تعليق على الموضوع ده. النادي الأهلي يعتبر أكبر نادي في القارة الأفريقية، لعيبته بتقبض يعني بسم الله ما شاء الله، كل لعيب يعني على الأقل 15 و 13 مليون. بيتدربوا مع أحسن معدين بدنيين، وبيتدربوا مع مدربين شخصيين بره. هل لعيب بيلعب على مستوى النادي الأهلي، بيلعب سواء في المحافل الأفريقية أو البطولات العالمية، هل المفروض يتأثر بدرجة الحرارة؟ يعني لعيبة كبيرة زي كده المفروض تلعب في أي ظروف وأي مناخ. طب تاني حاجة، تشكيلة النادي الأهلي. تشكيلة المباراة النادي الأهلي النهاردة كولر برضه في علامات استفهام. ليه بقى؟ إن هو اعتمد على خطة واحدة. هو من كتر لعبه مع الفرق الجنوب أفريقية زي سان داونز، عارف إن اللاعب الجنوب الأفريقي متميز بدنيا، بيعرف يطلع بالكورة من تحت ضغط. اللاعب الجنوب أفريقي متعب ليه؟ لأنه مش بيستلم ويقف مكانه، لا بيستلم وياخد بياخد مكان. فده لعيب بيبقى صعب مراقبته. فكولر قرر انه يلعب تحت الكوره، يعني مش هيضغط عليهم من قدام علشان برضو الظروف، يعني الجو درجه الحراره، فاللعيبه خاف اللعيبه توقع بدنيا من اول المباراه. فخلاص هيلعب تحت الكوره وهيسيب لهم الكوره. طبعا هو اعتمد على خطه واحده، والفريق اللي قدامنا بقى نزل ما ضغطش علينا، يعني خطته فشلت لان الفريق اللي قدامنا احترم النادي الاهلي وما نزلش يضغط على النادي الاهلي وساب الكره للنادي الاهلي. وانت محضر نفسك على خطه واحده، فما انت حضرت نفسك على خطه واحده عطلت. ليه بقى؟ لان انت ما عندكش العناصر اللي هي تعرف تطلع بالكوره، سواء ولا في قلوب الدفاع، سواء غير عمر كمال عبد الواحد هو اللي كان الوحيد اللي تحسه يعرف يطلع بالكوره. محمد الشناوي من بدايه من حراسه المرمى، محمد الشناوي او قلوب الدفاع او يحيى عطيه الله مش قادرين يطلعوا بالكوره. الوحيد اللي بيعرف يطلع بالكوره عمر كمال. عندك في نص الملعب قلنا كذا مرة يا جماعة ما ينفعش النادي الأهلي، حتى المباراة ليها ظروف خاصة، بس أنت كده بتحط نفسك تحت ضغط إنك تلعب باتنين رقم ستة زي مروان وأكرم. طب هتقولي ده مروان أقوى لاعب في النادي الأهلي بدنيا واستخلص كذا كورة. طب ماشي استخلص كذا كورة، وصح أقوى لاعب في النادي الأهلي وراجل وبياخد كل كورة، بس بعد كل ما بياخد كل كورة أكرم بيعمل بيها إيه؟ إيه المردود؟ الناتج صفر، لأنه ما بيعرفش يقف على الكورة. إمام عاشور ممكن مردوده البدني ضعيف، ما بيجيش زي الأول، مش زي ما بيلعب كان في الزمالك، بس لعيب بيعرف يوقف أول ما بيجي يستلم على الكورة لا غنى عنه. يعني مع مستواه السيء ده، بس إمام عاشور برضه لا غنى عنه. ليه؟ لأنه بيعرف يوقف على الكورة ويطلع النادي الأهلي تحت ضغط. برضه النادي الاهلي ما لعبش بحسين الشحات، لان حسين الشحات ليه كذا ماتش عنده رعونه، يعني بيضيع قدام المرمى. نزل برضا سليم، وكويس ان رضا سليم بعد الفتره الكبيره اللي هو ما بيلعبش فيها دي انه قدر انه يلعب ويطلع النادي الاهلي. نجح في كام كوره انه يطلع النادي الاهلي تحت ضغط، يعني قدر ياخد فاول وبتاع، مع ان هي الحته ميزه رضا سليم انه يلعب ناحيه اليمين مش الشمال زي ما كان بيلعب في الجيش الملكي. وده برضه انك انت تلعب مع لعيب، خلينا نشوفه في مكانه اللي هو ناحيه اليمين اللي هي مكان طاهر علشان نحكم عليه صح. هو من ميزته ان هو بيعرف يقطع لجوه، بيرفع اوفر بتاع، اللي هو مش مهاري قوي، بس هو النهارده قدر يعني يقف على الكوره في كذا كوره وطلع النادي الاهلي من تحت الضغط. المباراه عامه ما كانش فيها خطوره تذكر، لاحترام الفريق الجنوب افريقي للنادي الاهلي برضه، ان هو يعني ما بدرش النادي الاهلي الهجوم، كان سايب الكوره للنادي الاهلي. المباراة عامة ما كانش فيها خطورة تذكر، سواء الشوط الأول أو الشوط الثاني، غير اما نزل مثلا بيرسي تاو وقفشه مسكنا كورة شوية، بعدها نزل حسين الشحات برضه ضيع فرصة. عامة المباراة انتهت بالتعادل السلبي. دي نتيجة يعني تعتبر كويسة للنادي الأهلي. النادي الأهلي تصدر المجموعة بتاعته، بس النادي الأهلي في احتياج لصفقات. النادي الأهلي داخل على مباريات مهمة. النادي الأهلي داخل على المباراة بين الفايز من بوتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، الفايز منهم هيلاعب النادي الأهلي في نص النهائي، والفايز من الفريقين هيلاعب هيلاعب ريال مدريد في النهائي. طب احنا النادي الاهلي باحتياج للصفقات، سواء النادي الاهلي حتى لو كسب ريال مدريد، اقول لك النادي الاهلي لو كسب واحد من الفريق البرازيلي والفريق المكسيكي وبعدين راح كسب ريال مدريد، برضه النادي الاهلي باحتياج للصفقات. ليه بقى؟ لان ممكن قدام الريال مدريد كل اللعيبه مباريات متشافه زي كده، اللعيبه كلها بتلعب يعني بتلعب 150% من مستواها، بتلعب بتطلع كل اللي عندها في الماتشات اللي زي كده، فممكن تتدارى الامور الفنيه شويه.
فاحنا الأهلي داخل على بطولات مهمة، سواء في كأس العالم في شهر 6 إن شاء الله، أو بطولات في الدوري، بطولات في أفريقيا. النادي الأهلي محتاج في يناير تدعيمات قوية. تقييم لعيبة النادي الأهلي النهاردة: محمد الشناوي في حراسة المرمى ما كانش فيه خطورة تذكر يعني. جات له كام كورة، في كام كورة ما اتعاملش معاها كويس، بس في المجمل إن محمد الشناوي ممكن ندوه 6 من 10. في الباك يمين عمر كمال كان عاجبني، وأتمنى إنه ياخد فرصة، لأن عمر كمال بيعرف يطلع تحت الكورة، وبيعرف يطلعك من تحت الكورة، بيعرف يطلعك بالكورة تحت ضغط. فعمر كمال كان ممتاز النهاردة، برضه هديه 6 من 10. عمر يحيى عطية الله في الباك شمال برضه اديه 5 من 10، ما ظهرش هجوميا. وعاوز اتكلم كلمة عن يحيى عطية الله بخصوص يحيى عطية الله. يحيى عطية الله لعيب كويس، بس ممكن التشكيلة مش مساعداه شوية، ظروف اللعب، النادي الأهلي مش بيهاجم. الا هو لعيب كويس من أيام ما كان في الوداد، واحنا عارفينه لعيب كويس. عندك اتنين قلوب دفاع، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، نديهم الاتنين 5 من 10. عندك في نص الملعب مروان عطية 5 من 10. أكرم توفيق 6 من 10. عندك ناحية الشمال رضا سليم برضو راجع بعد فترة، ندوه ممكن 6 من 10. طاهر محمد طاهر 6 من 10. وأسامة علي هديه 5 من 10. والحمد لله إن هو رجع من الإصابة. وهو ممكن مستواه النهاردة ما كانش يكد كده، بس هيجي مع المباريات يعني. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.